الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله عز وجل تعالى المعين فليتوب على كل حب فكل من هرب مني لحب الله فإني صبرت منه بطول بالله لأني ما نلت خير تسليم فلا نفخري بخير إسلامي يكون من ليس له توبته يكون له الخسران والكربة وتوبته من ليس له مهنى وتوبته ندامة والخسران وكل من معنا في توبتي فخصمته مباشرة بربي ببركة خائننا حامدنا للهدى إلى خالقنا ربنا عافينا خافرنا خابرنا وكل من تخلق ترا بنا أمان من تيخنا بنا نافعة سران من كفر بنا خادرة أمنكم سبلان رشادي تابعها وفي له الخافية يغفر له جاهرة بالواسعة جناته عالية خادرة كمن له رشاد المستقيم برحمة الحالي العظيم لله الملك والحزم مخرج عبدا بالكرم عبدتم ربنا والباري لأنه يميت ويحيي بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء دعوتكم أيها البرايا لله ورسوله في البرايا كتبته من الحجر وامسس لمن به تحب الحاج نفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل تعالى المعين قال اليقين من ربه على قومه أيها آل زماني فاعلموا أني عبد الله اليقين المبارك المهدي إني محمد رسول الله وإني صاحبكم وإني خيار العالمين وإني محمد رسول الله إني خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة إني خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة إني خاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإني سيد الورى قلت لكم أدخلكم الدعوة في الحساب الذي لا يخرجكم الدعوة إلا وأنتم أجبتموني وتسلمت لي الله لم يخرج نبوة المرسلين لكفر الكافرين الله لم يخرج نبوة المرسلين لكفر الكافرين أو إبائهم ولكن ففي قدر الله ومن يريد النجاة فرديه وأخذ بها كما حضر ربه ومن يريد النجاة فرديه وأخذ بها كما حضر ربه ومن يريد الخسارة فأبى خضر لدرجته أو ماله أو جهله وذلك يجب الخسارة في ربه يا أيها قومي إن محمد رسول الله 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 قلت لكم ومن كفى ومن ترك دعوة محمد رسول الله المهدي لاتباعه نصارى أو خبته أو تكبيرا لنفسه بإجابة دعوة رسول الله فاعلم أن كل ما أخذت خطأ أو جب فيك عدم إجابة رسول الله وذلك خسارة لك لأن محمد رسول الله لم يكن بكيد نفسه لأن محمدا رسول الله لم يكن بكيد نفسه لأن محمدا رسول الله لم يكن بكيد نفسه ولا هو خلق نفسه ولا جعل نفسه رسول في ناس وذلك يجب على جميع عباد الله كل من سمع دعوة رسول قمت إليه وهو له ومن لم يفعل ذلك لخوف نفسه في حكم الكفار أو المشركين والمنافقين وأنت لا تلوم أحدا باليوم الذي يأتي قيامة رسول الله لأن كل نبي مرسل من الله إلى الناس له يوم عظيم من أمر الله وفعل كبير في ذلك اليوم ضيق كبير على كل من كفر أخرى من كفر محمد رسول الله ولو أنت ترى منه صفة الفساد
فلا يجب فيك الكفر إلى عالم الخيوب وترى ما يجب الكفر إن أنت كنت في الجهل فاعلم أن كل جاهل كان في سبيل النار ومن علم رسول الله ثم تولد شيء فأي شيء الذي اتخذه ولم تجب رسول الله فلذلك لمحك إلى النار ولو كان جميع العبادات كخراج القرآن أو صلاة أو صيام أو زكاة وإن فاحن على كلها باجرة على من كفر محمد رسول الله واعلم وكل من كفر رسولك فلا آياتك أقرأ من لقي محمد رسول الله في هذا الزمان وهو محمد المهدي لفناء الدنيا والممات في علماء هذا الزمان وإيالهم لأنهم قالوا على الناس هم عالم الحق عند الله وإن رسول الله وإن رسول الله قادر معهم ثم إن محمد رسول الله دعوتهم جهرا وهم يكفرونني بفعلهم وقولهم ولا أعلم حالي في قلوبهم علما مبينا ثم هم تولوا إلى النصارى ثم طلبوا نجاة في نصارى وقالوا من أراد أن يعبد الله بعبادة حسنة فليتبه النصارى هذه وهم قالوا إن الناس علما من الله حتى الناس معهم في أكاذيبهم ولا هم يتقون ربهم إلا هم يطلبون جماعة ورثا فينا ولا هم يقولون إن رب السماوات والأرض يراهم وعلم ما في صدورهم وبعد ذلك الله نزل محمدا رسول الله فيهم لخبائشهم وهم يرون المهدي ويسمعونه في قول الشيخ أحمد بامبا وهم يرون المهدي ويسمعونه في قول الشيخ أحمد بامبا لأنه قال لكم إني بامبا مع رسول الله وخادمه حيث كنت وإن محمد رسول الله دعوتكم فيما بعد بامبا وهم لم يروا ما يجب الكفر بهذه لأنها صلاة وزكاة وصوم وقراءة القرآن لم يكن في تاريخ الشيخ إبراهيم ولا فعل ذلك لكي يعرفوني وقال بامبا ومن شك في حال إبراهيم فدخل النار وقال بامبا ومن شك في حال إبراهيم فدخل النار وقال بامبا ومن شك في حال إبراهيم فدخل النار ولا أنتم تعلمون ذلك إن محمدا رسول الله في طريق الأول له ملة إبراهيم إن محمدا رسول الله في طريق الأول له ملة إبراهيم إن محمدا رسول الله في طريق الأول له ملة إبراهيم وفي طريق الشان لمح إبراهيم ومحمد رسول الله وبسبب ذلك يجب على الشيخ إبراهيم ترك جميع العبادات ترا بإذن الله لأن محمدا رسول الله المهدي هو رسول من الله ومن لم يؤمن منهم لا يجب ترك الآية ما حضر على رسوله وأما رسول الله له العبادات من ربه أفخى وأخجل صلاة وجميع ما معها كصيام وخيرها والله يريد أن يحلمنا ما أفضل صلاة من الصيام والزكاة وجميع صفات العبادات وإن لم تعرفوا ذلك هو قال رسول الله والنبيون أخرى محمد رسول الله الذي لولاه لم يخلق له شيئا وفي عدم الصلاة وصوم وعدم الزكاة في الشيخ إبراهيم وعلم الله جميع الدنيا أن محمد المهدي يأتي عندكم وله العبادات والإذن الذي أفقى وأحسن من جميع العبادات التي أنتم كنتم تعبدون وهو قتل العلماء ومن قتل العلماء لم يخص صلاة وصوم وزكاة والورد وآخر الدعاء والله أعلم الدنيا إن بلغ وقت محمد المهدي جهرا وتنزل الشيخ أحمد بامبا لكي يحلم الدنيا نزل محمد المهدي قطع أن بامبا قال لهم إن محمد المهدي هو عبد الله واحد 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 وخيره ذاك عبد لمحمد رسول الله وهو محمد المهدي معنا وهو كان في جيبي وهذا كفى علامة في قول بامبا وهو قال لكم أنا خيار العالمين معنا وأنتم تسمعون جهرا أما أنتم تكفرون قول الشيخ بامبا أفلم تسمعوا قوله على الشيخ إبراهيم الذي ترك صلاة وصيام وزكاة والورد ترا وقال الشيخ بامبا ومن شك في صفة إبراهيم فدخل النار فلا يجب ذلك سوى لي يا أيها قوم فاعلموا لا يجب فيكم علم حالي فاعلموا أن محمد عبد الله اليقين المبارك رسول الله فاعلموا أن محمد عبد الله اليقين المبارك رسول الله
فاعلموا أن محمد عبد الله اليقين والمبارك رسول الله إليهم ولا يجب عليهم علم شيء في شخص أو حال شيئا إلا وأنتم تعبدون ربكم في شخص لأن محمد عبد الله إن 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 محمد عبد الله وإني محمد رسول الله وإني محمد رسول الله وإني محمد المهدي ومن علم ما أحجز الله فليجلس حتى سرى وحتى يرى ما سار فيه يا أيها قوم إني محمد المهدي قلت لكم خلقني الخالق بخلق عظيم وهو خلقني بكسر الخالق وعظيم أمري وإن محمد المهدي قلت لكم كل من جلس لرجاء نفسه في حال فعلم أنت خرجت نفسك لا صغيرا ولا كبيرا كل واحد منكم له ما آمن أو ما كفر الله من أحد منهم ومن لم ينظر عدم صلاة إبراهيم وترك الجمع العبادات ولا تفسدوا منه شيئا لشخص إلا وأنتم تقولون إني فلان لا أعلم العبادات بلا صلاة سوف تعلم كان عند رب العالمين ما أكبر وفوق وأفضل صلاة وصيام وزكاة وورد وجميع الدعاء وأن حتى العلماء لم ينجيه جميع ما في كتبهم يا أيها الكافرون برسول الله لأخذ كتابكم فتتعلمون من أخرج التوراة والإنجيل والزبور في الإسلام لم يترك الفروع لأن التوراة ومثلها هي كتب رسول الله لأن التوراة ومثلها هي كتب رسول الله لأن التوراة ومثلها هي كتب رسول الله وهي أخرجها الله منه لخرج الفروع وبعد ظهور محمد المهدي ومن يحرف عن كفرك وإباك وحسدك لأمر المهدي في شخص محمد رسول الله فلتنظر في نفسك واعلم أنت ما خلقت نفسك وتعلم أن الخالق واحد ولا لأحد كيد بشيء والله قدر على كل شيء كما يريده ولا من مانه بمراده ومن لم يؤمن إن الله العبادات التي لم ينزل الله في الدنيا إلا بنزول محمد المهدي فاصبر سوف ترى قد قدمت العلماء وأنت يا كافر ذلك لأنك يا من له الإشراك بربي لجهلك وأن مات في الجهل له النار ومن تاب لله ورسوله في حضرتك ثم تندم على ما خدمت من أفعال ظالمة أبدا ليغفر ربه لأنه هو غفور رحيم وهو الذي لا ينفع أفعال أحد ولا يضر شيء على أحد وله ملك السماوات والأرض وهو الذي كل من كان بشيء فأنت لله وما كنت ولا هو ذي الجلال والإكرام قدر محمد المهدي في هذا الزمان وما لأحد قدرته ولا كذب في أمره ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليجر إلى عند صريحا وذلك هو إذن رب العالمين ومن لم يكن نجاة فلنفسه ولكن أنت فاعلم أن الله أزهر محمد المهدي وهو من يقتل كل من كفر الحق أو كان مع المشركين أو المنافقين وهو من يقتل كل من كفر الحق أو كان مع المشركين أو المنافقين وهو من يقتل كل من كفر الحق أو كان مع المشركين أو المنافقين ومن لم يؤمن هذه أينما أخذت حتى كفرت ذلك وفي اليوم كل من كفر هذا ولم تأتيني بآيات مبينة لتعلم اليوم المهدي ليس بفعل عبدي والعبد لم يخلق نفسه ولا هو فعل نفسه شيئا ومن كفره فكفر الله ولا أبى من يدر نفسه في أمر محمد المهدي حتى أصهر علامة مبينة بذلك لأن من قتل العلماء لم ينظرك وذلك كفى علامة في المهدي وذلك يجب على إبراهيم ترك العبادات كلها برضوان الله وإن محمد رسول الله قلت لكم في تاريخ الأول على صحبه لا نبي بعده وما يجب ذلك سوى الله ربي على من الآيات عيسى إلى أن محمد رسول الله أرجعوا إلى الدنيا خائما لتهدي عباد الله كلهم إلى ربهم وتحصلوا بسلم نفسه على نصارى ولا يجب ذنوب يوم القيامة على نبي المرسلين ولا يجب خط ذنوب المرسل خير محمد رسول الله وما ظالم عيسى معه في تين آدم عليه السلام وإن محمد رسول الله سألتكم أينما يجب فيكم سواء دعوة رسول الله جهرا ثم تولى إلى المشركين وأنتم قلتم إني فلان نويت أن أكون مؤمنا وأنصر الحق ليرتب الإسلام لله وإني فلان أطلب تحسين دين الله
ولا يرسل رسله وهو يدعوكم جهرا ولا يرسل رسله وهو يدعوكم جهرا ولا يرسل رسله وهو يدعوكم جهرا. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم يا ربي أجعلنا منه صالحا مبينا دائما إلى الجنة وهب لنا منه عاشقا سجدا جيدا وهب له منه قوة وولدان مؤمنا مسلما ومسلمة خاشع دين الله آمين دين رسول الله وتابع الهدى ربي خدناهم حتى بك ربي يا خابر الدعاء أقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عافينا خافرنا خابرنا وكل من تخلق خاطر بارك محمد رسول الله.